طيب، شفنا في الستوري اللي فات وطرحنا موضوع مهم جدا، وهو ليه الرجاله بتبصلي دايما بشكل جنسي، مش بيبصولي كواحده يتجوزوها يبقوا محترمين معاها من البدايه. انا هنا بقى عملت حاجتين. اول حاجه سالت البنات على الصفحه في الستوري بتاعت الانستجرام، وقلت لهم كام واحده منكم اتعرضت لنفس المشكله وكام واحده ما تعرضتش لنفس المشكله. فلقيت ان اللي اتعرضوا لنفس المشكله 67% من البنات، وان اللي ما تعرضوش 33% من البنات. تاني نقطه، سالت الشباب انت امتى بتشوف واحده بشكل جنسي وامتى بتشوفها بشكل مش جنسي. فكان الرد ان البنت اللي بشوفها كده بتشجعني عن طريق لبسها، عن طريق طريقه كلامها اللي هي يعني يخضعن بالقول زي ما بنقول. يعني لما ببدا افتح معاها موضوع بلاقيها جريئه وبتتجاوب معايا، عن طريق ان هي اللي بتبدا معايا الحديث. في بنات كتير بتخش مثلا تعمل اد لشاب او بتروح تتكلم معاه وتضحك معاه وتهزر معاه، فهو طبعا بيشوف هنا او بيتخيل انها ماده خام لان هو يتجاوز معاها. جميل جدا، يبقى انتوا كده يا بنات عرفتوا اهو معظم الاسباب اللي ممكن تخلي الراجل يبص لك بشكل جنسي، واهم حاجه منهم اللبس يا جماعه. خدوا بالكم جدا جدا من لبسكم ومن طريقه الميك اب بتاعتكم. طيب، بس 67% من البنات قالوا بيتعرضوا لده، فمستحيل يكون ال 67% دول كلهم بيعملوا كده. مستحيل يكون الاغلبيه العظمى اللي بيتعرضوا لكده بنات فاتحينها على البحر. مستحيل يكون كلهم عندهم سلامة نية وبيكلموا من جواهم. مستحيل يكون كلهم بيلبسوا لبس خارج. فلازم نسأل نفسنا أكيد في حاجة تاني. فعشان أقول إيه السبب التاني أنا بقولها من حيث تجارب. السبب التاني يا جماعة هو ضياع الدين. يعني إيه؟ يعني أنت النهاردة أو أنت النهاردة الراجل نقطة ضعفه الست، غريزته تجاه الست هي غريزة قوية جدا وهي من أقوى الغرايز اللي عنده. والدليل إن الراجل بيروح يدفع فلوس لواحدة ست عشان يفعل فعل يعني سيء، لكن الست ما بتعملش كده. دليل إن لو الست لو فتحت الباب الرجالة كلها هتقف على الباب، لكن مش شرط الراجل لو فتح الباب يلاقي الستات كلها على الباب. لما تشوفوا أي ديتنج آب، لو بنت حطت صورة وهي لابسة ومتدلعة هيكون في مليون ماتش 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 ماتش، لكن الشاب من دول اما يحط صورة مش شرط يجيله 1/10 من الماتشز اللي بتيجي للبنات. ومحدش ياخدها بيرسونال، انا بتكلم على الجمهور. مش كل واحد بياخدها لا ده انا بحط الصورة والبنات بتعجب بيا. انت 1/10 من اللي بيحصل في البنات. طيب، يبقى اذا احنا اتفقنا ان دي غريزة قوية جدا تجاه الراجل. فهو من الطبيعي ان اول حاجة يفكر فيها في البنت هو الموضوع ده. لو هيقدر ياخد ده يبقى خير وبركة. هيحب ياخده ببعضا من التعب. في هنا بقى واحد صياد وفي هنا واحد ما عندوش خلق. الصياد بقى يقولك ايه، طب مش مشكلة اقعد معاها شوية وبعدين هاخد ده. فانتوا دايما كبنات بتتعرضوا لرجالة ما عندهمش وازع ديني كبير. فالحاجة الوحيدة اللي هتمنع الراجل انه يحاول يدق على بابك عشان ياخد منك حاجة مش كويسة هي حدوده الدينية. وده اللي حصل دلوقتي، ان الحدود الدينية دي بقت على البحري، بقت مستباحة. وبقى الموضوع ده بيقلدوا الرجالة في بعض، وكمان الستات ما بقاش عندها وازع ديني. فحصل خلل للمنظومة. الراجل من دول ما فيش وازع ديني، فهو ما عندوش مشكلة خالص انه يحاول انه يقرب من واحدة عشان ياخد منها حاجة زي كده مادام هي رضيت ببلاش. وعلى الناحية التانية بما ان في بنات بتعمل كده وبرضه ما عندهاش وازع ديني، فالراجل بقى عنده جرأة وبقى يشوف اني مش مستحيل. يعني زمان كان اللي يقرب من واحدة ويقول لها كلمة زي انا معجب بيكي بيحس ان هو خجلان ومش عارف هي ممكن تتقبل ده ولا ممكن ترد عليه وتشتمه. النهارده بقى نسبة نجاح الرجالة ان هم يتعرفوا على بنات ويتجاوزوا معاهم بقت نسبة عالية، بقت نسبة كبيرة. فبقى الراجل عنده امل اعلى
وبقت الست بتتعرض لرجاله ما عندهمش دين اكتر. فمعظم البنات النهارده هتقابل المشكله دي. طيب احنا نعمل ايه بقى كبنات؟ يعني نحلها ازاي؟ اروح اشتغل داعيه اسلاميه؟ لا، حلها ان انت تفهمي ان هي دي المشكله، تاخديش الموضوع على اعصابك، حاولي تتجنبي الحاجات الشائعه زي اللبس الوحش، زي الكلام اللي بيبقى فيه الفاظ خارجه، زي ان انت تهزري مع رجاله بالايد قدام واحد تاني، زي ان انت تتعودي على واحد او تفتحي له قلبك وتحكي له على علاقاتك اللي كانت قبل كده، زي ان انت كمطلقه تفتحي الباب لاي حد وخاصه على السوشيال ميديا، لان كل ده هيلم حواليكي الوغش، هيلم حواليكي الدبان والرجاله اللي انت صدقيني مش محتاجاهم في حياتك. ده نيكست. التالي، انت دلوقتي كل 10 هيقربوا منك فيهم 9 هيبقوا عايزين منك حاجه مش كويسه، مش هيبقوا عايزين يتجوزوا، هيبقوا عايزين يعطوا. تمام؟ يبقى انت عندك واحد من 10. الواحد من 10 دول لو انت فضلتي تقفي عند كل واحد يبقى عايز يستغلك جسديا، فانت عشان تقابلي الواحد ده اللي هينفعك ويكون عنده دين ويكون شايفك على حقيقتك هتقعدي 10 سنين لحد ما تلاقيه وهتحبطي. فانت اي واحد تتعاملي معاه بشكل محترم، ولما تلاقي انه رغم معاملتك المحترمه بقى فيه تجاوز، فانت هتوقفيه عند حده، هتوقفيه عند حده بشكل ما يقفلوش. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت هتبيني له الستاندردز، بيسموها ايه، الحدود بتاعتك، من غير ما تهينيه. في بنات كتير بتغلط الغلطه دي، ان هي لما واحد يحاول يتعدى حدوده معاها فترد عليه تقول له انت انسان مش محترم، وانا عمري ما هعمل كده، وانا مش زي البنات الشمال اللي انت عرفتهم، والكلام ده الكلام ده مش هيوديكي في علاقتك بيه لاي حته كويسه، ولا بينه وبين نفسه هيقعد يقول اصلها محترمه. بصي، مفيش بني ادم بيحب يطلع قدام نفسه زفت. هيقول لنفسه ايه؟ ده بتمثل. هيقول لنفسه ايه؟ اصلها بتعيش اللحظه. هيقول لنفسه ايه؟ دي ذكر اصلا وانا ما كنتش بفكر فيها. لكن البنت الصح بقى، بنتي بنت اسراء عثمان، تعمل ايه؟ توضح الاول اني على فكره انت شخص كويس جدا، وبجد بجد يعني انا كنت اتمنى ان علاقتنا تبقى انضج من كده واكبر من كده، لان انا شايفه فيك مميزات كتير قوي، بس في مشكله صغيره بسيطه، اني انا عندي حدود انا نفسي اتخطاها والله، بس انا مش هقدر. تقولي له بقى لسه بدري شويه عشان نتكلم في الامور اللي زي كده. الامور ديت بتيجي مع الوقت ومع الثقه ومع الخطوات الجديه. فانا حابه اتعرف بيك، مش حابه ابدا ان احنا ما نتعرفش، بالعكس انا حابه ان انا اكون موجوده في حياتك، بس انا برضو عارفه كويس قوي ان انت ذكي وفاهم كويس قوي ازاي تتعامل معايا. بس وسيبيه، والله يا بنت الحلال هو لو بيختبرك او هو لو حتى بيفكر فيك التفكير ده، بعد اللي انت هتعمليه وبعد اللي انت هتقوليه ده هتفلتري بقى. لو هو شخص فعلا كان بيختبرك فانت هتلاقيه حلو جدا، انت كده لا انت هنتيه مضطر يمشي، ولا انت اديتي له الجرين لايت فيشوفك بنت مش كويسه. والله لو راجل بقى ما عندوش وقت، عايز على طول ها الاسهل والاسرع في الموضوع، فهيعمل ايه؟ هيقلبك، وكده انت برضو ايه، قلبتيه، ما انت خلاص امتحنتي الموضوع من بدايته، وهوبا يلا ايه على اللي بعده، ما تضيعيش وقتك.